اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الفل والياسمين على أغلى متابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنرجع بالزمن 50 سنة وهنعمل مع بعض أحلى طبق بصارة على طريقة أمي رحمة الله عليها. وصفة من الزمن الجميل وأكلة تفتح النفس. البصارة طبعا من الأكلات الشتوية والاقتصادية جدا جدا في نفس الوقت. لو أول مرة تشوفوني، أنا الشيف ماجي، وهكون سعيدة جدا جدا باشتراككم في قناتي ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نحضر أجمل بصارة مع بعض. في البداية حبايبي عندي هنا طبق فيه نص كيلو من الفول المدشوش، غسلته طبعا كويس جدا جدا. بعد كده هحط عليه مية واغطيه وهسيبه منقوع في المية لمدة ساعتين. وده الفول المدشوش بعد ساعتين من النقع. صفيته طبعا من المية، هحطه في حلة. هنزل بعد كده عليه ب10 فصوص توم. بعد كده هنزل عليه ببصلة متقطعة 4 زي ما انتوا شايفين. هنزل عليهم بعد كده بحزمة من الكزبرة مقطعاها بردك زي ما انتوا شايفين حبايبي. بعد كده هننزل عليها بقرنين فلفل، واحد حامي وواحد بارد. ولو طبعا بتحبوا السبايسي ممكن تخلوا القرنين حاميين. اخر حاجة معانا عودين من النعناع، وبحط النعناع علشان يدي للبصارة اللون الاخضر الجميل مع ريحة جميلة للبصارة. والتكات الجميلة دي علمتهاني امي رحمة الله عليها. بعد كده هننزل بالبهارات بتاعتنا، وهي عبارة عن معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كمون، مكعبين مرق الدجاج. آخر حاجة هننزل عليهم بكوبايتين من المية. هنقلب المكونات دي كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين. بعد كده هرفع الحلة على النار وهسيبها طبعا هتستوي على مهلها. ده الفول المدشوش بعد ما استوى معانا زي ما انتوا شايفين كده. نمسك الفولة يا دوبك كده بتدوب في ايدينا. هنطفي بعد كده عليه النار. عندك هنا حلين، ممكن تسيب المكونات تهدى في الحلة، بعد كده هتضربيها في الخلاط. او لو عندك هاند بلندر زي حالاتي كده ممكن تضربيها بيهم زي ما هعمل دلوقتي. طبعا هنعم البصارة كلها بالهاند بلندر ومش هتاخد اي وقت معايا خالص. ولو لقيتوها تقيلة زوديها يا دوبك شوية مية عادي جدا.
هنركن بقى الحلة على جنب. ودلوقتي هنحضر مع بعض شوية تقلية جميلة جدا جدا. عندي هنا طاسة هحط فيها معلقتين توم مفرومين، وهحط عليهم 3 معالق كبيرة من الزيت، ومعلقتين كبيرة كزبرة طبعا مطحونة، نفس بالظبط تقلية الملوخية. هنشوح بقى التوم مع الكزبرة. طبعا في ناس كتير جدا جدا بتعملها بالبصل، بس انا بصراحة مش بفضلها بالبصل. طبعا التقلية سواء بالبصل او بالثوم دي ترجع لذوقكم الشخصي. وهنا حبايب قلبي عندي الاطباق، هبدأ بقى اغرف فيها البصارة. مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي، جميلة جدا جدا تاخد العقل، وطعمها فعلا خطير جدا جدا. ننزل بقى بعد كده برشة من التوم اللي احنا عملناه مع بعض، بس اوعي تنزلي على البصارة وهي سخنة. استني لما تبرد شوية وبعدين حطي التقلية عليها، علشان لو نزلتي وهي سخنة هتنزل في نص الطبق. والله يا جماعة أكلتنا المصرية الأصيلة دي بتكون فعلا جميلة جدا جدا. على فكرة عايزة أقول لكم البصارة مش بس كانت موجودة أيام زمان، البصارة أساسها أكلة فرعونية، بتعبر طبعا عن مصر وحضارتها القديمة، لأنهم كانوا بيعتمدوا على الأكل النباتي والمنتجات الزراعية المتوفرة في الوقت ده. يا رب تكون وصفة البصارة عجبتكم، هستنى تجربوها ومتأكدة هتعجبكم جدا جدا إن شاء الله. ما تنسوش اللايكات الحلوة، مع إنكم دايما بتنسوها ومش بتعملوا لي لايكات تشجعني، وده مخليني زعلانة جدا منكم، بس في الآخر بحبكم وبحب أفيدكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله، وفي حفظ الرحمن يا أغلى متابعين.